وصاحبك يقولك يا عم خليها تروح تقعد عند اهلها كده فترة علشان تتربى وتعرف ان الله حق، وخلي عندك كرامة وعاملها بقسوة شوية وشد عليها، ده انا مراتي بديها فوق دماغها وهي اللي بترجع تصالحني. مين اللي قال ان مفيش كرامة بين الزوج والزوجة؟ لا طبعا في كرامة بينهم، بس في فرق بين الكرامة والقساوة. ان يكون بينهم كرامة يعني ما ينفعش يغلط فيها ولا يهينها ولا يشتمها ولا يضربها ولا يخونها ولا يقلل منها ولا يحاول انه يبهدلها قدام الناس ولا حتى بينهم وبين بعض، ولا يسمح لأي حد انه يهينها او يجيب سيرتها بحاجة وحشة، وهي كمان ما ترفعش صوتها عليه ولا تهينه ولا تحاول انها تقلل منه قدام الناس ولا حتى بينها وبينه، ولا تحاول انها تلغي شخصيته ولا تجيب سيرته بحاجة وحشة مع حد تاني. لا هما الاتنين يحافظوا على كرامة بعض. هنا نقدر نقول ان في كرامة بينهم، ولو حصل حاجة من الحاجات دي لازم يبقى في وقفة، لان ربنا سبحانه وتعالى كرم الانسان. لكن لما تتخانقوا مع بعض انتوا الاتنين على سبب تافه وانتوا الاتنين ترفضوا تتصالحوا، وكل واحد مستني ان التاني هو اللي يجي لحد عنده ويصالحه ويعتذر له ويقدم له فروض الولاء والطاعة عشان احنا عندنا كرامة، دي ما اسمهاش كرامة، دي اسمها قساوة. لما تروح تحكي لواحد صاحبك على مشكلة بينك وبين مراتك، او انت تحكي لصاحبتك على مشكلة بينكم، فتقولك خلي عندك كرامة وخليه هو اللي يجي يصالحك، اوعي تروحي انت تصالحيه، ما تتكلميش معاه وما تاكليش معاه، ولو قالك اي كلمة ردي عليه بعشرة. وصاحبك يقولك يا عم خليها تروح تقعد عند اهلها كده فترة علشان تتربى وتعرف ان الله حق، وخلي عندك كرامة وعاملها بقسوة شوية وشد عليها، ده انا مراتي بديها فوق دماغها وهي اللي بترجع تصالحني. وهو ما بيعملش كده اصلا، هو بيعملها كويس، بس في ناس بتحب تخرب البيوت. ممكن تبقوا عايزين بعد كده تتصالحوا بس كل واحد خايف على منظره قدام اللي حكاله، لحسن يقول عليا ان انا ما عنديش كرامة. ده اسمه غباء مش كرامة. ولما المشاكل بتكبر والبيت بيتخرب والاولاد بيتبهدلوا سلمولي على الكرامة، ونلاقي ان نفس الناس دي، الناس المؤذية دي اللي بتتكلم باسم الكرامة، بعد كده بينصحوها انها ترمي له عياله هو يربيهم وتتجوز بقى وتشوف حياتها، وهو كمان بينصحوه بكده ويروح يتجوز ويشوف حياته ويخلف تاني، ومين اللي بيدفع الثمن؟ الاولاد. وكل ده ليه من الاول؟ علشان الناس تشوف ان احنا عندنا كرامة. مش معنى انكم بتتصالحوا وبتتفاهموا ايا كان مين اللي صالح التاني ان دي كده ما عندكمش كرامة، لا مش معنى كده ابدا. مش معنى انك بتعاملي جوزك كويس او انت بتعامل مراتك كويس وبتحترمها انك ما عندكش كرامة، ولا معنى انك بتحبي جوزك وبتحترميه وبتحترمي اراءه وافعاله وتصرفاته انك كده ما عندكيش كرامة. اللي قال لكم كده ضحك عليكم.